أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وبرنامجكم الدين والروح في ثوبه الجديد، ألا هو الدين والروح بودكاست. طبعا احنا في البودكاست للاسف ما بيبقاش عندنا سكريبت او ما عندناش مقدمه، يعني نبتدي نتكلم على طول ان هو 2 1 2 زي ما حضراتكم عارفين. فعلى طول هنخش نقدم ضيفنا العزيز الكريم على قلبي انا شخصيا، الله يبارك فيك. الباحث الاسلامي الشيخ عمرو سرور. اهلا وسهلا بحضرتك. الله، اهلا وسهلا بحضرتك. جزاك الله خير. نحن وياكم شيخ عمرو، مرحب بيك الاول في برنامج الدين والروح. حضرتك اول مره، يعني رغم ان احنا اصدقاء، بس اول مره مبارك عليك. تكون معايا في ده الدين والروح، حقيقي. واول مره نفتتح بحضرتك البودكاست في الحمد لله. برنامجنا بثوب الجديد. الحمد لله. الحمد لله. الشيخ مبارك عمرو، عليك. الله يبارك في حضرتك. احنا دايما موجودين على التيك توك مع بعض، وبنشوف الحاجات المنتشره على التيك توك. اه طبعا الا وهي الرقيه الشرعيه. النهارده تقريبا يعني كل واحد فتح كشك، انا بسميه كشك، فتح بالظبط. كشك على التيك توك، راح قال لك انا راقي شرعي. طب ليه يا مولانا؟ هل ده بيكسب؟ المجال ده بيكسب؟ اول حاجه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. مساله الرقيه ومساله اتخاذها مهنه لم تكن لا في عهد النبي عليه الصلاه صلى الله والسلام عليه ولا في وسلم. عهد اصحابه رضوان الله عليهم. الجماعة اللي موجودين دلوقتي دول زمان، على طول أقول زمان، كان الدجال بيلبس قرطاس وبيحط سبح على وبخور قدامه. اه، دلوقتي بقوا في ثياب أهل سنة. تشوف الراجل، تشوف لحيته قد دقنه، كده، ايوه. الدقن وتقصير اه ما الثياب شاء الله. والجلباب الأبيض، والغطاء، طبعا، اه. واللحية ومقصر الشارب، ويقعد يقول لك قال الله وقال الرسول، وهو في الحقيقة ألد أعداء الله والرسول. صحيح. لسانه عكس فعله. الله عز وجل في آية اسمها آية الاختبار يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم يحببكم الله. الله. أنا لو بحب الله عز وجل، طب أنا هتبع النبي عليه الصلاة صلى والسلام. الله عليه وسلم. الجن والمس والسحر والعين من عوالم الغيب التي لن نستطيع معرفتها ولا معرفة آثارها أو قدراتها أو صفاتها إلا من نافذة الوحي. أنا لو سألتك ما الدليل على وجود الجن، هتقول لي قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإذ صرفنا إليك وما نفر من خلقت الجن الجن والانس إلا الا إبليس ليعبدون. كان من الجن. لو سألتك الجن قدرتهم إيه، هتقول لي قال الله عز وجل كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا. فليه لما أجي أقول لك ماذا يقدر الجن تقوم قايل لي ثبت بالتجربة؟ اه، تجربة إيه؟ بالتجارب. كيف نجرب ما لا ندرك بالحواس؟ الجن سمي جنا لأنه لا يدرك بالحواس، فكيف نجرب شيء لا يخضع أصلا للبحث العلمي ولا يخضع للحواس؟ ما هو بيقول لك لما انا اجيب حد واجيب عليه دلوقتي المنتشر حتى هنا في مصر، يعني الموضوع جاي لنا من المغرب، انتشر في مصر هنا. بيجيبوا مايك ويجيب الحاله قدامه، آه وبسم الله والله، آه واضرب واضرب وطبعا الحاله مم. طبيعي انا لو جبت مايك اصلا يا شيخ عمرو نعم نعم نعم. النيرفس سيستم وقعدت بتاعك. اقول بسم الله، بسم الله، قعدت اعمل بالظبط، كده برافو اي عليك، حركه، هيرقص. اللي هيرقص. ايوه ايوه ده بالظبط طبيعي. بالظبط. عشان كده في الحفلات الغنائيه اه، بتلاقي الشخص رزين خالص وقاعد بس شيك جسمه بيرقص. ورئيس ده دوله، حقيقي. وفجاه تلاقيه بيهز، يعني وهو الموسيقى صحيح. فاهم؟ صحيح. فده النيرفس سيستم او النظام العصبي عند اها. الانسان، ده شيء واقع. لكن استغلالهم بقى، بص هات اي حد في الدنيا قول له الله عز وجل قال كذا، هل انت اعلم من رسول الله؟ صلى الله عليه هل وسلم. انت اعلم من الله؟ فطبعا العمي هيرفع ايديه ويقول له اعوذ بالله يا ابني، صحيح. لا امنت بالله. فهم بيلعبوا دايما على الجزئيه دي عند العوام. على جهل العوام. سميها جهل عوام، سميها تعليم خاطئ لطلبة العلم. اها. للأسف طالب علم طالع، اها. بيقول على نفسه طالب علم وبيزعم ان هو تلميذ الشيخ الحويني وبتاع، طالع بيبهدل الدنيا كلها، مكفر ده ومكفر ده وبيبهدل الدنيا شمس، كلها. محمد شمس. لا، محمد شمس ده شخص فاسق، اها. ده فاسق. ولو قابلته انا وعدته انا اني اعرف عنه هضربه حاجات كتير، بالقلم. اصحابي سوريين. ما انا برضه ليا اعرف اصحاب عنه حاجات سوريين. كتير جدا جدا، آه. خصوصا في المانيا كمان، يعني غير سوريا. نعم نعم. في المانيا. طيب شيخ عمرو، انا للاسف يعني احنا بنقول جهل العوام. انا واحده اتصل بيا من يومين، والله صدقا ده حصل، وقالت لي انا كنت زوجه تانية وزوجي طلقني. قلت لها طيب خلاص، خير، يعني نعمل ايه؟ اصل عاوز ارجع له. طيب ماشي، احنا نعمل ايه برضه؟ اه ما اصل زوجته عملت له سحر فهو طلقني. خلاص ماشي، هاتي يتعالج. لا ما هو مش هينفع طلقني خالص. طب خلاص ما طلقك، ايه المشكله؟ لا انا عاوز ارجع لك. اه اللي هو ايه بقى حضرتك اللي عاوز ارجع اه لك؟ ت- جلب. مثلا اللي اه، بيسمى جلب جلب. كده. طب الجلب ده شرك حضرتك، شرك بالله. طب مفيش حاجه بالقران؟ لا ما هو شرك. طب ما فيش اي حاجه؟ طب شرك احسنت شرك. احسنت ان تقول بص تقول لي ايه شرك. بقى؟ اه تقول لي طب ما تعرفش حد والله تدلنا صدقا، عليه. ما تعرفش حد تدلني عليه يعمل لك ايه؟ قلت لها لو اعرف حتى مش اه هدلك.
انت متخيل؟ بقول للناس نعم. شرك، نعم، احسنت. شرك بالله، والناس برضو معتقده انها تعمله. بص يا سيدي، اتفضل. اول حاجه انت موفق ما شاء الله في الله كلمه يبارك. شرك. شرك طبعا. شرك ليه بقى؟ فرق ما بين او الشرك هو ما تعلق القلب به صحيح. وان لم يكن له تاثير. يعني انا لو اعتقدت زي الناس بتوع احجار الكريمه وكده ان انا همسك حجرين واعتقد انها تشفيني واركز بقى والطاقه والتشي والبرانه وكده انها تشفيني، انا كده اشركت بالله. ده حته حجر ممكن هو يكون هو في كلام حصوه على ولا الاحجار، حاجه. انا هكلمك في الاحجار لان الاحجار دي انا اعرف عنها فيها علم شويه، بس مش القصه اللي هم بيبتدعوا فيها زي الصوفيه والمتصوفه. نعم. يعني زي الصوفيه العلم الصوفي موجود، اه، لكن العلم الصوفي. المتصوفه بقى اللي خدوا العلم في حته تانية، احسنت. ونفس القصه. هو الاحجار ليها طاقه، ليها طاقه، كل حاجه ليها طاقه، كل حاجه في الكون ليها طاقه، انما اللي هم بيعملوها دي لا، مفيش الكلام ده. هنبعد عن الحته دي. اه. انا ارى ان لا استطيع انا كعمرو سرور مم. يعني او كعبد، يعني مش قصدي عمرو اه. سرور، اعوذ بالله من الرياء والسمعه يعني والتكبر والكبر، لكن اقصد ان انا كطالب علم احتذي يعني او اقتدي بالكتاب والسنه. صح. لا استطيع ان اثبت لشيء قوه او فضلا ان كان من امور الشرع ينبغي ان يكون طب انا عليه هكلمك دليل فيها من دلوقتي، الكتاب ممكن اخرج والسنه. بره الموضوع دي او هكلمك فيه نعم. بعد اذنك. ماشي. طيب. الله عز وجل لما خلق الجبال، خلق الجبال ليه؟ للارض رواسي، اه، ميزان، صح؟ وترى الجبال ميزان تحسبها الارض، جامده. صح؟ ممتاز. طب انا كبشر، انا كبشر مخلوق منين؟ من الارض، صح كده؟ نعم. طب لما يحصل اختلال في جسمي، يبقى انا محتاج حاجه رواسي تظبط الاختلال. هنا يعني في ح- لا، هقول هو لك حاجه بسيطه بقى. فلسفيا، هذا فلسفيا طب انا ليس بشرب علميا. القله في الميه، في القله نعم. مش احسن ما اشربها في الازازه؟ بعض أهل العلم، بعض أهل التجربة، لأن ده علم مادي. ها. علم مادي، علم حلو، يقع، جميل، أنت انا جاي معاك بتشوف في الماده اهو، بعينك جاي الميكروبات معاك وما في إلى الماده ذلك. اهو. نعم، نعم. أها. أثبتوا بأن الشرب في اللي بيسمى بالقلل ايوه، وما إلى ذلك فخار. أصح من ايوه. الأمور الأخرى. ليه اصح؟ لا، هم أهل لان يسألوا، الفخار أنا لا نقى أعلم. الميه، انا هقول لحضرتك، آه. الفخار نقى الميه نعم. وسقعها، صح كده؟ نعم. وخلاك يعني تطلع الشوائب منها وسقعها، وخلاك تشرب ميه نظيفه معقمه جميله، احسن من الفلاتر الايام دي، صح؟ تمام، لا يتبرك بها ولا. الفلاتر اللي ماشيه على الفلاتر اللي بنحطها في الفلتر، عند حضرتك فلتر اكيد. عندي حلو. مية. الفلتر اللي موجود بتلاقي فيه فلتر كده فيه سيراميك. مم. هو ده السيراميك ده مش حجر؟ ما فتحتوش، انت تقصد يعني العواميد اللي فيها الفلاتر دي؟ اللي بتتغير، اه ما في فلتر سيراميك، مش السيراميك ده من الحجره؟ ليه حطه في الميه؟ لا، هنا احنا بعدنا بعيد خالص مش عن. بعيد خالص يا لا مولانا. لا لا لا، هي احنا هي. بعدنا بعيد خالص هو عن نفس عن القصه. ما انا الطاقة. اقصد بقى الاحجار دي فايدتها كده، لكن ما اقصدش، ما انا قلت لحضرتك انا اقصد ماشي. فايدتها في ده، لكن ما اقصدش الفايده اللي هم بيقولوا عليها. تمام. المتصوفه بيقولوا عليها، زي ما بقول لك كده، الصوفي والمتصوف، الصوفي حق نعم. لكن المتصوف مش حق. يبقى يبقى فبتكلم في اللي نضبط. بيتكلم في الاحجار. فهمت. اساس الاحجار طيب. ان هي بتعمل طاقه استشفائيه للجسم ده أنا بناء كنت على الميه هظبط والكلام الجملة. ده، لكن ملهاش علاقه باللي هم ده انا بيزيدوا كنت فيه. هظبط الجمله اكتر. طيب خلينا نقول ايه، هظبط لك اصلح. اتفضل. صح. خلينا نقول ان كنت المفروض، بس انت بوظت الدنيا. بس إيه؟ كان المفروض انك تقصد ان الاحجار مثلها مثل اي ماده، قد يكون لها امور تستخدمها اهل الاختصاص من الفيزيائيين لتحليه المياه وما الى ذلك. بالظبط كده. ده أنا متفق معك 100%. لكن إن إحنا نثبت أن لها تأثيرا على وعي الإنسان أو ضبط الطاقة الإيجابية، لا عفوا، الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية أو لا 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 التشي لا, لا. مش اللي هي دي، مش البدع اللي ابتدعوها قوي دي. لا لا لا. أو ما أنها أقصدش. ليها وهج بكذا كذا، وأن برج الحوت مثلا ليه له حجر القمر. كذا حجر القمر على ما لا. أظن يعني، وبرج الأسد ليه حجر مش عارف الفيروز تقريبا ولا، المهم يعني لكل برج ليه حجر وما إلى ذلك. هذا يعد من الدجل والمفروض أن المسلم ينأى بنفسه عن مثل تلك الأفكار التي أتت إلينا من حضارات غير إسلامية أصلا. حتى الأبراج، تكلمت يعني قبل كده في مداخلة مع الصحفي ما شاء الله أيمن السلحدار، بس مفصل حول الأبراج ذات نفسها احنا مش عارفين كم برج. في المايا قال لك 5 تقريبا، الفرعونية قال لك 7، دلوقتي وصلوا ل 11 أو 12. طب كام وكام وكام وكام؟ طب هم لو قلت 12 هنقول 12، أنا لا أعلم. لكن على الاختلاف، وهتلاقي البرج الصيني وبرج الشمس هي هم نفس الابراج، بس هم كل مكان سماه باسم معين. لان انا درست نعم. انا درست العلم ده، ما انا ودرسته درسته كتير، برضه. ودرست علم الحرف كمان.
هو اللي دارس هم علم اللي الحرارة، هم انا بيقولوا بارع عليه فيه يعني، كنت بارع فيه علم بارع الجبر فيه يعني. يعني. اه لكن لما عرفت انه في شكل ان انا اجيب الحروف وارجعها ارقام، وكان عرفني بشكل نعم كبير، نعم نعم. فابتعدت عنه، لان هو شفت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقيته صحيح، ان هو من الكهانه. ايه هو يعني اللي من كهانة؟ علم الحرف من الكهنه، لان هو يتبع علم النجوم والكواكب. شوف يا سيدي، اتفضل. علم الحرف لو ابجد هو حط كلمه صح خرص الثغز اه تصغر الالف اه بواحد لام 30 لام 30 هي بخمسه الله 66 عمر العين ب 70 الميم ب 40 الره ب 200 الواو بسته اه ومش بالظبط، عارف اللي ايه هو 1 2 3 لغايه 10 و20 10 20 لحد 100 100 و100 و200 لحد بالظبط. 1000. علم حساب الجمل كان يستخدم قديما في العرب في مسائل التشفير مسائل الايه؟ والتشفير والتاريخ. كانوا بيستخدم لعلوم لا 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 الفضاء. خالص، خد مني بقى، اتفضل خذ مني اتفضل بفضل الله عز وجل، والحمد لله احسن من انا كنت ضليع في هذا يعني. اتفضل. يعني لحد دلوقتي انا يعني عارف البسط والمقام وتعمير البيوت يعني انا يعني بقى عشان ادرس اعرف ده بيفكر في ايه. لا تعالى، ده اسمه المسبع المثلث، ده اللي كذا بطط ظه جواح قول الحق ولا الملك جبريل وميكائيل يبقى انت واسرافيل كده وعزرائيل. انت كده درست علم ده الرمل برضه؟ لا 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 ما درستش لا الرمل لا لا والضرب لا 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 بتاعه؟ لا هو ده اصل انت عشان قلت ده. الابراج التثليث، وده في الرمل لا برضه. هو قارئ اه لا يعني قرأت اللي هو ضرب الرمل كقراءة ذات في السداد. الرمل. اه وأنا كان نبي يعني واستدلالات الصوفية على ده ادريس، كانوا يقولوا سيدنا ادريس. يعني ونسبوا حتى الأكثر من نبي، مش بس مم. سيدنا إدريس عليه السلام. لكن كان العرب قديما يؤرخون بهذا. مش بس العرب، كان العلماء لأهل السنة، قديما، الناس قديما اه. علماء أهل السنة في تحفة الأطفال، في آخر تحفة الأطفال لتعليم التجويد بيقول مم. إيه؟ وتم هذا الفضل بحمد الله على تمامه بلا انتهاء أبياته ند بدا لذي النهى مم. تاريخها بشرى، كلمة بشرى به بكذا الشين بكذا لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد. ده من تعلم تجويد علماء أهل السنة، ده ولا كفر ولا بتاع، ده عالم. فلو قعدت ترجع هتلاقي لا، ده كان بيستخدم في التاريخ، وكان بيستخدم في تشفير الرسائل في وقت الحروب، وبيستخدم في كده. فالشيء اللي بيتم تشفيره عشان أغلب العوام مش عارفين هو إيه، فأصبح صنعة المحتال. مم. صنعة المحتال. لأن زمان العرب الشخص لما تلاقيه متعلم ده يبقى هو هي يا ولا على رأي يعني ده اللي هو مم. يعني ده اللي هو سيد القوم بقى، انه يقول لك ده فلان ده متعلم، ده اوعى خلاص. فكانوا بيختزلوا دي الامور ديت. والسحرة طبعا كانوا برضو بياخدوا جزء من علم الكتاب وجزء مش عارف ايه وجزء مش عارف ايه، فخدوا جزء من فبيفضل بقى يشخبط لك خدوا وكده. جزء. لكن مم. انا لا اعلم اه قبل احمد بن علي البوني وقبل بعض الكتب اليهودية اللي هي المسبعات والمتمنات والبيوت والطلاسم اللي اشتهرت. أحمد بن علي البوني صوفي شيعي زيدي، بس بالمناسبة ما كانش ساحر ولا أي حاجة. أحمد البوني ده كتابه نصب إليه شمس المعارف، لكن مش هو اللي مؤلفها. لا هو كتابه شمس المعارف. ده مش كتابه، هقول لحضرتك طب هو لمن خدوا الكتاب؟ منه جزء، وبعض السحرة ولا المغاربة في سحر ولا حطوا حاجة. جزء. اثبت لي ان هذا كتاب سحر. هو بنفسه في الكتاب قال وطريقتنا طريقة صوفية وقبل العزيمة الجلجلوتية في الصفحة على اليمين، العزيمة الجلجلوتية بدايتها من هنا بسم الله، بدأت بسم الله الرحمن الرحيم إلى كشف رسول الله وطاوت وصلت الثاني على هدي خلقه محمد بن مذل الضلالة والغلط بآج أهوج قبل العزيمة الجلجلوتية بكم سطر قال ووجدت خاتم اسم الله الأعظم في جامع الصوفية في عنابة عند الشيخ محمد قنبرس. الراجل ذات نفسه بيقول لك أنا راجل صوفي، ومعروف أن النوع ده من الصوفية يؤمنون به رؤية ما في اللوح المحفوظ من أسرار، وتجلى لي الله كذا وكذا، بل صحيح. أحيانا يقولون بأن الله يحل في الجسد، أنا من أهوى ومن أهوى أنا اثنان حللنا لا ده ما مش في الجبة مش, غير مش كل الله. الصوفية، بس عشان ما نختزلش ما أنا يا قلت شيخ لك، عمرو. أنا بقول لك لا النوع ده من البعض، الصوفية. لا البعض بس أيوة معلش سيدي. خلينا احط الحتة دي عشان انا درستهم قوي. البعض من الصوفية اللي قلبين على الشيعية. أيوة، ما هو ده اللي بقول لك النوع الصوفي ده اللي من قالب على أحسنت. الشيعي، هو ده اللي بقول لك، هو ده اللي بيقول لك انا أحسن. الاله حل فيا حل فيا وما في الجبة آه. غير الله سبحانه ما كان أعظم عاملها شأنه. الحاكم بأمر الله. أنا في مصر حاكم بأمر الله كان يقول لك أنا إله، وروح هاتوا لي جثة سبحان النبي الله صلى الله عليه العظيم. وسلم، وهنا عشان عليه لما أقول لهم أنا الصلاة إله والسلام. وجثة النبي بتاعكم أهو. فالنوع ده من الصوفية أقصد اللي هو الجزء، وإلا ففي نوع من الصوفية اللي هم متصوفة، كثيرين خلينا أو عشان خارجين المتصوفة. بره. أحسنت برافو عليك. آه. اللي هم الزهاد. مم. فده لا يخلو منه قد يعني أنا لو كشفت أو أنت أو كذا قد نكون جميعنا متصوفة.
نزهد في الحرام ونزهد حتى في صحيح. كثير من الاشياء، فما فيش حد فينا صوفيا ان كان الحق، هذا الصفاء بالضبط لله. يعني. صفينا قلبنا لله فهو ده صفينا الصح. بالله والبكاء لله والتضرع لله عز وجل وسلف وحب الله ماشيين اصلا. على ما سلف من ابائنا أحسنت. واجدادنا على الدين الصحيح. انا عمري في حياتي حتى ما سمعت حد بيقول اللهم اني احبك. ما سمعتها قبل كده؟ لا لا، احنا فالحين بس نقول احبك يا شيخ فلان، والله تمرمغ تحت رجلي يا راجل. يعني انك تختلي بالله، تقول اللهم اني احبك، مهم. دي كبيره جدا عند الله عز وجل. نعم بالله. فالتربيه اللي احنا متربيناها، التربيه ذات نفسها للاسف الشيوخ اللي بيربوا دلوقتي عندهم خلل في التربيه. صحيح. حتى تلاقي واحد ماشي كويس يجي في مسائل الجن يطيح يبوظ، والله يبقى ماشي كويس ولا بد من الالتزام بالكتاب والسنه، كتاب وسنه ولو عارضك جل علماء الارض. فتيجي تقول له مولانا هات لي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى شخص بكتاب الله ليخرج منه شيطان. يقول لك يعني ايه العالم الفلاني، والله العظيم كفرت قبل كده بس العالم الفلاني انت اعلم منه. اقول له في بعض الناس يقول لك لا وما لا انا مش طب هو قال لك انه كان خد بيدي عندك دروس الجن. خد عندك هذه الاجابه، الدباس اتفضل. خد عندك هذا. إن اتفقنا أن العلم نور يقذفه الله في قلوب من يشاء من عباده، فلماذا لا؟ لما لا؟ أنا لا أقول أني أعلم، بس ليه لا؟ ليه اللي بإيده العلم فوق؟ على طول ألاقي الإخوة لما تتسأل السؤال ده يقول لك لا ليه؟ لا ليه حبيبي؟ ما تقول لما لا؟ لما لا؟ الشيخ اللي مات ده ليه أنا ما كنتش في الجزئية دي أفضل؟ ما بقولش إن أنا أفضل، بس برد على سؤالك لما لا؟ إيه اللي يمنع؟ اللي يمنع حاججني بكتاب الله عز وجل. زي واحد اسمه عبد الرحمن في التيك توك، يعني كنت اتناقش معه، كان عنده ظرف في البيت وقالوا عمرو شعر ده؟ لا ده راحت حاطط لك عمه ازهريه ما شاء الله، خلاص بقى. واحد اسمه عبد الرحمن بشعر كده وده معاه شومه. لا ده عارفه، ده جزء ده عارفه. عنده جن بيعمل فرح. في الاخر يطلع جن. المهم فقال لي انا اعارضك. قلت بس هيعارضني كتاب وسنه من ايده دي لايده دي. وفاجئ ان هو بيقول لي وقعت في مغالطه كذا وكذا وكذا، وفي حديثك عن كذا السحر وقعت في مغالطه كذا وكذا، وفي كلامك عن كذا وقعت في مغالطه كذا وكذا. مغالطات ايه في عالم الغيب يا ابني؟ المغالطات المنطقيه يحاجج بها اهل الالحاد لان هم لا يؤمنوا بالغيب. ومع ذلك يعني المغالطات دي معموله اصلا لحرب الاسلام، مش معموله يعني، انا مش عايز اقول كده، بس تستطيع بالمغالطه استغفر الله العظيم انك تستخدمها ضد الاسلام اصلا. يعني ده اللي بيعمله الملاحده، بيقولوا الشيوخ انت وقعت، أو يعني انت بلاش حاجه تاني، انت وقعت في مغالطه رجل القش، اقمت دليلا وحاججتنا اليه. طب ما هو لما اجي اقول لك جبريل عليه السلام اعطى النبي الرساله، عندهم ده رجل قش، ليه؟ اين الدليل على جبريل؟ انت عملت حاجه وحاججتنا اليه. فانت عقلك فين يا راجل؟ عالم الغيب لا يستدل عليه الا بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. تيجي تقول لي بس في ادله. ما هو دليل كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. انت رايت الله؟ انا لم ارى الله. امنت بيه ازاي؟ عن طريق رسوله. بالادله. ما هو ده كتاب الإثبات والأدلة، صح؟ يبقى احنا آمنا بالله بالغيب. ولا آمنا بيه بالتجربة؟ لا، آمنا بالله بالغيب. ولا لا بالتجربة؟ حاشا لله، مش بالتجربة. مش بالتجربة؟ لا مش بالعقل؟ لا آمنا، لا مش بالعقل، بالشرع. آمنا باليقين. بالتجربة؟ باليقين، لا مش بالتجربة. باليقين. ثواني بس. باليقين وبالإثبات عن حلو. النبي صلى الله عليه وسلم. تجربة؟ لا مفيش تجربة. عقليات؟ لا مفيش الكلام ده. كتاب وسنة. ما هو ده باليقين بقى. ما هو ده يقين كتاب وسنة. هات لي كتاب وسنة ان شاء الله ان الشيطان يقدر صحيح يقلبني اي حاجه. شيخ عمرو، طب زمان هتجيب لي حاجه قال عليها كجل علماء. بص، لو الشيوخ والائمه قاموا كده من القبور وقالوا يا عمرو الجن يفعل كذا وليس عندي من كتاب ربي ولا سنه نبي، ده هقول لهم كل كلامكم مع اجلالنا لكم يضرب به عرض الحائط. لا معلش، انا اختلف مع فضيلتك. انا اقول له هات لي دليل. انت بتقول دلوقتي الجن بيمشيني من هنا لهنا. طب هو ده اللي مش موجود في الكتاب والسنه. طب مشيني انا يا عم. ما هو ده اللي قلته. هو انا ادي الجمل وادي النخل، يعني اقول لك ايه بالظبط؟ الجن انا اعرف عنك كل حاجه. طب انا لابس ايه؟ بالظبط. طب انت عارف يعني ما شاء الله جالك فلان وانتوا فاتحين التيك توك، اكشف على الفلان، عندك مس، عندك سحر،
طب ما تكشف عليا نقول انا لابس ايه. بالظبط، ايوه صح. لا، واحد بيقول شوف له ايه، انا انا بعتهم عند حضرتك اه عشان يكشف على حضرتك. بعت. فانا قمت كاتب له طب طالما هم عندها ما تقول لها هي دلوقتي بتعمل ايه. قلت لنا هي بتعمل ايه. صحيح ما انت بتوعك هناك بقى، ما انت الخدام عندها. صحيح. مسألة الخدام لا أحد أصلا، ودي برضو مغزى. احنا عندنا مصيبتين. أها. المصيبة الأولى يا جماعة، السحر لا علاقة له بالشياطين بغير التعليم. الله عز وجل قال يعلمون الناس السحر، صحيح بيعلموا. مفيش حاجة اسمها ساحر يحضر شيطان، لأن سيدنا سليمان فقط قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بس ملك سيدنا سليمان من كتير. بعدي. إيه؟ ملك سيدنا سليمان كتير، مش طب صل- متوقف على الجن بس. أرد عليك. إذا أنت تقول بأن حصول جزء من الملك غير حصول الملك، صح؟ ما هو في صح فرق. ولا لأ؟ ما هو أنا في معاك. فرق. في فرق بين الملك كامل، حلو، ربي هب لي ملكا حلو. لا ينبغي لاحد من بعدي، والا ماشي. ما كانش يبقى فيه رسل بعد سيدنا سليمان. رد بقى على دي. اتفضل. حديث تفلت علي الشيطان عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم صلى تفلت الله عليه عليه الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمكنني الله منه فذعدته، وفي رواية فدعته زقيته، وفي رواية فخنقته حتى أني أحسست ببرد على لعابها على يدي. فتذكرت دعوة أخي سليمان. خلي بالك، فتركته. هنا محمد عليه الصلاة والسلام كان هيحصل على جزء من الملك ولا كل الملك؟ يعني كان هيسخر لي الريح وتجري بأمر رخاء حيث أصاب الشياطين قال بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا ومن الشيطان من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. هل النبي جزء من الملك؟ جزء. طب بس ما خد بالك، ينفعش. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ما هو سيدنا ده النبي. إن كان محمد عليه الصلاة والسلام مين بأخلاق النبي صلى الله عليه لا وسلم؟ لا لا، ثواني. اتفضل. إن كان محمد عليه الصلاة والسلام حالت دعوة سليمان بينه وبين حصوله على بعض ملك سليمان، فكيف بنا؟ وخلي بالك ده من لسانه الشريف قال صلى الله عليه وسلم فتذكرت دعوة أخي سليمان ربي اغفر لي كذا كذا ولولا. طب لو ما كانش هقول لحضرتك، هقول اهو. كان أخذ الجزء. ما هو هنا بيقول لولا، كمل بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عليه وسلم. فتذكرت دعوة أخي سليمان كذا وكذا وكذا ولولا لفعلته. يعني إيه؟ لولا أنك أضخم مني كنت ضربتك، يعني أنا يستحيل أنتصر عليك. لولا أني شبعان لأكلت، لولا أنك ميت لضربتك، لولا لفعلته. فذكرت ولولا دعوة أخي سليمان لربطته بذرع الشجرة. طب إيه الدعوة يا رسول الله؟ ده دعا أن ما حدش يحصل على الملك غيره. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا أي لسليمان فمن أو أمسك بغير حساب. هذا كلام ربي. طيب هات لي أي واحد يخدمه الجن هختبره. أنت راجل بتزعم أن معاك خدمة حلوة قوي، اثبت. أنا مش هقول لك أي حاجة. إني من المكان ده المكان ده، هات لي فلوس يا سيدي، معاك خدمة خليه يجيب لك فلوس. ولا فلوس ولا حاجة. أنا أسهل من ذلك، أسهل من ذلك. لون بياض شقتي من جوه إيه بس خلاص. طيب هو خدمة الجن المقصود، عشان بس ما نفتحهاش، عشان لو اتكلمنا فيها هنفتح 5 مليون باب. فكل واحد يقول لك هو بقى انا عندي اللي انت بتقول عليه ده اللي هو ده، فمش حابين نتكلم فيها. لان لو اتكلمت فيها مع حضرتك هتلاقي 5 مليون واحد والاخت مش عارف ام بتنجان هتلاقي تقول لك انا عندي ام بشاير. يعني انا عندي 100 واحد ومعاه خدمة القرآن بتقول لك بيتلموا يعني حواليك. خدمات جن مسلم بيتلموا حواليك، بتعمل لك كده. هو تعاونوا على البر والتقوى حاجة، نعم، والخدمة حاجة. الناس معتقدين ان انت عندك جن مسلم بيخدمك بقى، بينظف لك، بيوديك، بيجيبك، وما عندهمش خلفية وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. انا ممكن اتعاون مع الشيخ عمرو مثلا ان نعم. اوصله معايا وانا ماشي مثلا. نعم. ممكن اتعاون مع الشيخ عمرو مثلا اقول له والله ممكن اديك كتاب اهديهولك تقراه. نعم. ممكن اتعاون ده تعاون. نعم. على البر والتقوى اهو. نعم. ممكن الجن المسلم يتعاون معاك لان القرآن تنزل على لا الثقلين. لا لم يثبت. يتنزل على الثقلين، بس لما يتعاون معاك حاضر. مش هقول لك انا تعاونت معاك يا شيخ عمرو. نعم. مش هقول لك انا هيخدمك من غير ما يكون ليه حاجه. الله يفتح عليه. طيب شوف يا سيدي، اتفضل. ومش خدمه ده تعاون. حاضر. طيب طبعا في صحابه من الجن. الصحابي هو كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك. فلو انسي لو جني. طيب. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني داعي الجن
فذهبت يعني داعي الجن ده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبيدعوه إن النبي يروح لهم يقرأ عليهم القرآن. هنا في سؤال، ليه هم اللي ما جوش للنبي؟ غاويين يتعبوه ولا إيه؟ لا. أيوة. لن تجد جوابا. قل سلمت. بص اتفضل. حاجة زي دي أنت مش عارف. طب خلينا أنا أقول. وده على فكرة هذا الحديث بينفي وجودهم معانا. طب خلينا أقول إن هو آتاني عشان أروح لهم. طب خلينا نقول كباسم سعيد احترامي. نعم. وهذا من قول النبي، أنا هاخد من قول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح معاه خادمه وحطوا له الخط. لا حديث منكر. حديث منكر. لا حديث منكر. وسئل الصحابي قال أكنت مع النبي ليلة الجن؟ قال لا. في حديث عند مسلم قال لا. خلي بالك حديث منكر. هذه رواية منكرة يعني. خليني هسلم ان هو موجود. خليني هسلم حديث موجود. احنا مش محققين احاديث اهو. انا بفضل الله عز وجل يعني خلص. انا متخصص في تحقيق الاحاديث. طيب ماشي، هنقول ان هو حط له خط وقال له ما تقربش. ده دلاله على ايه؟ ده دلاله على كثرة الجن، على كثرتهم. والجن هنا يا شيخ عمرو انت بتستدل من حديث اقل ما يقال عنه ان هو ضعيف. طب خلاص ماشي، انا بقول لحضرتك اهو على كثرة الجن مش الجن. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن، بص الصحابي اللي هو اتقال عليه ان النبي رسم له دائره او مش دائره، خط، حط له خط قال له ما تعديش، وقال له كذا وكذا، وهو حتى شاف رجلين كرجلين صح كده. هو مش شاف اثر غبار، اشياء مثل غبار ذلك يعني. بس مش فاكر والله من كان المهم سئل انس بن مالك تقريبا، مش عايزه يعني قد وهمت او نسيت. المهم انه سئل فقال لا. هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ قال لا. قال لا. فدي هو بنفسه بسند أصح عند الإمام مسلم بقول أصح من الآخر. أصح من الآخر إن هم. طيب احنا نبحث فيها يا شيخ عمرو، ما عندي أي إشكال. طيب أنا دلوقتي زمان كانوا الناس اللي كانوا موجودين على تيك توك الأول زمان قديما كانوا الأول، إن لم أتوهم أنه عند مسلم، لو ما وهمتش لو طلعت غلط سامحوني يعني. كان يقول لك أنا روحاني. فروحاني ما كانش لسه في راقي، كانش لسه طلعت موضوع الراقي كتير، ده كان روحاني. حتى ناس بقى يغاروا مسمى روحاني الراقي دلوقتي. للاسف. فكان يطلع يعمل ايه؟ يلبس 5-6 خواتم هنا، او ختم طبق كبير بكل عدة الشغل. ايوه. ويجيب السبحه في ايده. ايوه صح. ويمسك الخواتم السبحه ويصدرهم للكاميرا كده. ايوه. وتلاقيه فاتح اللايف، ام حسن انت عندك سحر. ايوه. ام اسماعيل انت بيوسع. بص يعمل كده، انت عندك ايوه كذا. طب انت بتبص ليه؟ طب ما هو الجن لا قال يعني بيكلمه في ودانه. طب ما ودانه ايه؟ ايوه ما انا قاعد اهو والجن هيكلمني في وداني، مش اكيد هلف له يعني. ايوه صح. مش هيكلمني في عيني يعني، ولا هيديني بوسه قبل هم ممثلين. حتى الله عز وجل يقول وسحروا اعين الناس. سحروا اعين الناس واسترهبوهم. الاسترهاب له اشكال عديده. فهو بيجي تلاقيه ايه قاعد كده فعلا وماسك السبحه وكذا وكذا. والله بيعمل كده. طب اللي انت بقى الحرام اللي بتعمله محدش يعرفه. طب ما كل واحد فينا ليه حاجه حرام محدش يعرفها عن حد. ولا احنا ملائكه؟ لا مش ملائكه. من اكبر شيخ عمة لأصغر أنا راجل، أنا ضد المثالية. مش ضد المثالية إن أنا لا أبحث عن المثالية، لا. أنا ضد التصنع. وأكره التصنع، والشيخ المتصنع ده أكرهه. حب لا كتير موجود. خليك مسلم عادي. التصنع ده كناية عن في شيء في قلبك رياء وسمعة. ده حقيقة. الشاهد يعني كله ليه بعض الأشياء خطأ بيعملها كله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. احنا يعني سمعنا رب بس غفرانك ليه؟ عشان هنخرج بره شويه ونطلع ونرجع تاني. أيوة. ده طبيعي. فدلوقتي دلوقتي يا شيخ عمرو بقى خلاص مفيش، الناس بدأت تبعد عن الروحاني. وما شاء الله كلامنا كتر عن الروحانيين دلوقتي. الروحانيين كلامنا كتر. الروحاني حرام والروحاني مفيش فرق بينه وبين الساحر، ومفيش حاجه اسمها شعر بينهم. فراحوا عملوا ايه؟ راحوا قلبين بقى رقاه. طب انا علشان الناس صدقني ان انا راقي ازاي؟ اروح ضارب دق صح. برافو عليك. وضارب الغطره صح. والجلباب صح. وانا الحمد لله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نسيت حاجه. اتفضل. المكتبه اللي وراك. المكتبه صح. وانت يا اختي تحجبي. وانت يا اختي البسي النقاب.
وانت عشان ترتقي ان شاء الله تحافظي على الاذكار. طب وبالنسبه لليهودي حضرتك لو برافو عليك. يعمل ايوه ايه صح. طيب؟ ده واحد مسيحي، اخت مسيحيه معانا، طيب عاوز تعالج تعمل ايه حضرتك؟ ايوه صح. ما تحتاجي ما بتروح الكنيسه عند الاساوسه وعند بيقراوا برضه وبيخرجوا ايا كان، يعني ايا كان. يعني ليه اللي هو البهرجه، عارف اللي هو شرفك انا شيخ بقى ايوه وملتزم ايوه ولازم الاذكار ايوه صح صح صح. لا بيقول لها يا اختي لازم الاذكار، ولازم ما تسمعيش موسيقى، ولازم ما تقعديش مش عارف ايه لوحدك، واللي يتاوب ده يعني حسد زي الراجل دماغه. مين؟ عمرو البيسي. اه ده لا ده كل طلع عليه بقصه، لدرجه في مره اللي هو عبد الرحمن ده وانا برد عليه بتاع المغالطات ده، فنزلت كان المفروض والدتي يعني اوصلها المستشفى، بس خليت زوجتي هي اللي توصلها وانا طلعت فوق عندي، فقالوا لي صاحب البث مش موجود. فقلت لا خلاص، انت عارف التيك توك تلاقي بقى ده يقول كلمه يتربطوا وبتاع وشغل ما تعرفش تعمل حاجه، ما انت لا صحيح. انا لا ما حدش يقدر يعمل معايا كده بفضل الله لاني فائس. لا انا اروح عندي، فتحت عندي وقلت لهم شرفوني. فعمرو الليثي صعد وقال لهم هرب، عمرو سرور هرب. هم صدق مسكين لانه محطوط عليه جامد، فطلع لهم عمرو سرور هربت ازاي؟ انا فاتح بقول لكم تعالوا. انا عمري في حياتي ما اهرب ليه؟ انت الاثنين ضعفاء يعني مش طلبة علم حتى الواحد. فعمرو البيسي بيقول واحدة لو اتوبت، كثرة التثاؤب ده مس حسد او مس عين. انا عايز اعرف مس الحسد ده جه ازاي يعني كتالوج بقى. يعني جه جن حسد الانسان؟ والله انا بحسدك على انسانيتك بحسدك على انسانيتك والله. يعني جه لنا حسد الانسان ومشي. هو الله اعلم دماغه متركبه ازاي، هو دماغه متركبه ما هو يا مس يا حسد يا عين. برافو عليك. وايه الفرق يعني؟ للاسف ينفع اقول مس سحر؟ لا مش ما هو بص يا مس يا سحر ده، ما هو في كلتا الحالات هو جن موجود. الله عليك. شوف بقى، يطلع مس يطلع سحر يطلع في كلتا الحالتين هو شيطان عندهم انا لا اؤمن بده. الشيطان بيؤذي انسان في كلتا الحالتين عندهم. في السحر الشيطان بيؤذي انسان، في المس الشيطان بيؤذي انسان. فلو قلت له طب طالما هنا الشيطان بيؤذي انسان، طب ما هي واحد ليه سميت ده سحر وده مس؟ ما الاثنين شيطان بيؤذي انسان. بص هتلاقي خرافات دخلت في دين محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال سترون بعدي أمورا تنكرونها، وفي رواية أخرى في حديث آخر قال تسمعون وتنكرون. كمية أشياء. أقول لك على حضرتك على حاجة، مجال الغيب من أخطر الأبواب اللي صحيح. لو أهمل العقيدة كلها بتسقط. ما ضلت فرقة إلا بتجرؤها على الغيب. بدل الله عز وجل ما قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الشيطان الآذان فر أو ولى وله ذرات. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم، وإذا أكل فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. ولحديث ضعيف ولكن سنذكره يعني استئناسا، إن ستر ما بين أعين الجن إذا خلع الرجل ثوبه أن يقول بسم الله من شر الوسواس الخناس، إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الله، كل الآيات دي بتدل على أن ذكر الله مطردة للشيطان. خلصت. صحيح. يبقى لو واحد ملبوس في إبليس تقول الله أكبر الله، خلصت. ده المفروض. أذان مع الدعاء مع القرآن. ما عنديش أنا حاجة تاني، أنا عندي ذكر الله مطردة. هو الرقية ما تحاولش، أنا ما عنديش الرقية الكلام اجتهاد ده. يا شيخ عمرو. هخش لك فيها بس هأصل. انا لا اقول لحضرتك بس الرقيه الشرعيه اجتهاد. طب هخش في دي الاول. اتفضل. كمل دي الاول. انا عندي ذكر الله مطردة للشيطان. قال الله بسم الله، انتهى الموضوع. ده اللي ربنا قال لي عليه واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عليه صلى الله عليه وسلم. فكون ان انا اجد الرقاة يعظمون من الشيطان، يقولون ان الشيطان يزوج ويطل ويزني ويسرق ويعطي ويمنع. ماذا تركت للرب؟ ما دي صفات ربوبية. ماذا تركت لله؟ اختلف. انا اختلف. تختلف معاهم؟ مع حضرتك في دي؟ ماشي قول، انا معاك. الله عز وجل لما يرسل وما نرسل الآيات الا تخويفا. هنتكلم الآيات هنا وما نرسل الآيات الا تخويفا اهو. لا انت عارف الآيات هنا ايه؟ اقول لحضرتك لما نرسل زلزال، لما ربنا سبحانه وتعالى عايز يخوف ماشي ايوه قوم فيرسل لهم زلزال. آية من آيات الله. الزلزال ده حصل بناء على ايه؟ تكتونات في الارض، صح كده؟ وخبطت في بعضها، فهنا حصل زلزال. بس حصل بإذن من؟
جل جلاله الله. والله. لما ارجع بقى للقران في اللي انت قلته، هرجع آه. للقران، هرد ايوه للقران. هو البيت بسم الله الرحمن الرحيم. آه. وما هم بضارين به من احد ماشي. الا باذن الله. يبقى ماشي. اصبح الضرر والمنع موجود، نعم. بس باراده مين؟ تمام. باراده الله يا شيخ عمرو. النملة لو جت وقرصت حضرتك هيكون ضررها أيضا بإذن الله. ما هو لكن باراده الله. خلي بال ولا حضرتك بقى. بيقرص النمل بس بعض في عصره يعني. لا منعنا على فكرة عن ذلك. والله؟ واحد لو عايز تقتل يبقى اللي قرصتك فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث صحيح. لكن حديث طيب صحيح ان قتل صحيح. النمل آه. ده مبهدل الشعب ده. لا 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 ده في ما شاء الله، ده نمل. نايم ده شويه شويه هيقولوا له قوم هننام مكانك. لا في نمل، لا ما هو لو زاد اللي هو الزيادة عن الحد ده شيء. حسد بقى وعينه. لا ما هتروح بقى للجنب أيوه. التاني. لا بص حضرتك، الضرر من عند الله. ونعم بالله. إثبات أن هذا الشيء الغيبي الذي لا يدرك بالحواس يضرني يحتاج إلى دليل، صح؟ يعني أنا ينفع أقول لك الملاك يضر؟ ينفع؟ الملك يضر. مثلا واحد قال لك، هتقول له إيه؟ الملك يضر اذا اراد الله ان يضر. طب الملاك يزني لا، ليه؟ لان هو مخلوق للعباده فقط. لا أنت كلامك نصه صح ونصه غلط. المفروض لا، ليه؟ الملك خلق من خلق الله، مهم. لا يعصون الله ما ما أمرهم، أمرهم بس خلاص، ما هو ده ويفعلون ما يؤمرون، ولكن لا دليل عندي أنهم يقعون في المعاصي. شوف الدليل، شوف الكلام. ماشي الكلام خلاص، ما انا قلته، بس انت حضرتك فنطته بقى لا نحويا. لا خلينا خالص. في لغويا كده. بص حضرتك، عاميا. لا انا اصلت المغزى ان هو ما بيزنيش عشان انا ما عنديش دليل انه بيزني، مش عشان خاطر. ما هو اقول لحضرتك على حاجه، الملكين هاروت وماروت مم. في بعض الروايات الموضوعه انهم نزلوا وشربوا الخمر وزنيا ما وسرقا. قصتهم الحقيقيه يا شيخ عمرو؟ هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله عز وجل بعلم لم يسمه جل جلاله ولا نعلمه، أنزله بصيغة المجهول. قال تعالى: أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إيه اللي أنزل يا رب؟ لم يذكره. اقرأ كده الآية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما وما كفر كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين يعلمون الناس السحر. بس. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، حتى يقول إنما لا نحن. يعلمان مثنى، عائد على من؟ على الاثنين، مين؟ هاروت وماروت. أحسنت، ماشي. من أحد حتى يقولا إنما مثنى. احنا الاثنين برضه. انما نحن فتنه. طب ايه الفتنه بقى؟ كمل الآية هقولها حضرتك. انما نحن فتنه. فلا تكفر فيتعلمون منهما، من مين؟ من ماروت وماروت ما ما يفرقون. يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى أنا لو سألت حضرتك، العلم الذي يفرق بين المرء وزوجه السحر المظلوم ولا الذي أنزل على هاروت وماروت؟ لا، ها ما هو انا بقى في قول يا شيخ عمرو. أجبني بالثواني. وبعدين فصل. اتفضل. السحر أما الذي أنزل، إحنا اتفقنا اتنين يعلمان صح. كذا، حلو. صح. فيتعلمون منهما، من مين؟ من هاروت وماروت ما ما يفرقون به بين المرء حلو وزوجه. قوي. ما تكلمش جريجي، بنتكلم عربي. جميل. إذا الذي يفرق بين المرء وزوجه هو العلم الذي أنزله الله على هاروت وماروت. معي ولا لا؟ معاك. لحد دلوقتي معايا صح؟ تمام. طيب ما هو هذا العلم؟ علم يعلمه الله. أحسنت. مش موجود. ينفع أقول سحر التفريق؟ مش موجود في القرآن. أحسنت. ينفع أقول سحر لا، مش هقول التفريق؟ سحر التفريق. إذا عايزين نشطب بس يا هقول جماعة. ايه؟ هقول تفريق. هتقول تفريق صح؟ تفريق طيب بين الزوج ممكن والزوجة. تجيب لي كتاب لتعليم هذا العلم أو شخص يمتلك هذا العلم الآن؟ لو اتكلمنا في التفريق يا شيخ عمرو مبدئيا كده، الوسوسة بتفرق يا شيخ. الوسوسة بتفرق. حديث عن هو الإمام ده مسلم. ممكن البشر، انا دلوقتي ممكن اروح يعني تفرق. افرق بين راجل ومراته انا كبشر. شفت؟ برافو عليك. أحسنت. فالمقصود هنا بالسحر نعم. او الماجيك، السحر يعني. أيوه. مش المقصود اللي هو السحر المستخرج. المقصود بالسحر اللي هو كله طريقة باطل الفعل. مثلا، طريقة الفعل غامضة عارف لما انت باطنة. تعمل حاجه يقول لك ايه ده انت عملتها، ده انت سحرتني وانت بتعملها. برافو عليك. المقصد اللي هو يعني انت ابهرتني. ما هو تعريف السحر عندك؟ تعريف السحر هو الابهار، انك تعمل حاجه احس ان هي يعني ان اللي محدش غيرك بيعملها، او محدش غيرك، او في غيرك بس يعني من النوادر، حاجه نادره بتحصل. ده تعريف السحر. خليني جميل يعني يدخل فيه على فكرة اللي حضرتك قلته، بس خليني برضو انسى يعني ما شاء الله اتعلم منك وايه. لا العفو. اتفضل. لا اتعلم منك والله ما شاء الله، ربنا اللهم بارك يخليك. يعني. بص خلينا ايه نضبطها شويه، نقول ايه السحر هو كل ما لطف ودق وجرى مجرى الخداع. ها متفق؟ متفق. الكلام
سحر. الكلام سحر، صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزن من البيان على الأذن سحر. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلان تقريبا يخطبان فقال إن من البيان لسحرا، معسول الكلام سحر. قيس بن الملوح الحب سحر. قال قيس بن الملوح هي السحر إلا أن للسحر رقية، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي. صحيح. المقصود بالسحر هنا في الحب يا شيخ انك يخليك تعمل حاجات ما عملتهاش قبل كده، مع عقلك ما تتخيلهاش حرفيا. احسنت. أيوة. الحب يخليك تعمل حاجات. ايوه تحس ان انت لسه بيبي وتقول انا راجل تقيل اللي وممكن حاجات يعني خارجه بره الاطار. ايوه فتقول ايه ده، فترجع ده الحب. فالحب دي سحر. ما هو ده الحاجه اللي بتعملها. نعم. وخارجه عن المألوف زي ما انا قلت لحضرتك. نعم. وحاجه فيها ابراء، ملطفه ودقه. نعم، ده سحر. احسن. فممكن الراجل يفرق بين اتنين. برافو عليك. اذا خلاص ماشي، ده قال به على فكره بعض اهل العلم. خلاص. البعض قال السحر هي الخدع والحيل، بمسك مثلا حاجه هنا هوب تظهر في ايد الثانيه. وقال بعضهم هو ان يحضر الساحر شيطانا فيأمره فيطيعه الشيطان. هذا يحتاج الى دليل. احتاج فيه الى دليل. انا احتاج فيها الى دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله نعم. سيبطله. نعم. انا مستني الدليل. مين القى بقى؟ فلما القوا السحرة. نعم. يبقى في سحر في السحر. عارف ابن كثير قال ان السحر هنا ايه؟ فلما القوا القوا ايه؟ فيخيل اليه من سحرهم انها تسعى. مين اللي تخيل له بقى؟ همشي معاك بالقران واحده واحده. نعم. وهنفسرها. فيخيل اليه من سحرهم. ماشي. انا معاك لحد اليه. نعم. مين اليه؟ إلى موسى. يخيل إليه من سحرهم. نعم. من سحرهم أنها تسعى. حلو قوي. بس خد بالك بقى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. نعم. يبقى مين اللي خاف برضه؟ سيدنا موسى. الخيفة هنا ليها معنيين. فربنا قال له بقى لا معنيين، ما انا عارف المعنيين اللي هتقول لي عليهم. معنيين خاف للناس تآمن بيهم. نعم. خاف للناس تآمن. والمعنى الثاني اللي هو نفسه خاف. نعم. فقلنا ايه؟ لا الآية واضحة وصريحة. أيوة. فقلنا لا انا هفسرها بنفس تفسيرك. نفس تفسيرك اللي انت فسرتها. لا مالكش دعوه بيه. كمل لحد لا تخف. نعم. انك انت الاعلى. نعم. فالق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. نعم. انما صنعوا كيد ساحر. تمام. كيد. أيوة. ساحر. الله، ده انت حليت المشكله كلها. انا بقول لك هو بقى كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث اتى. نعم. فألقي السحرة سجدا. نعم. ليه السحرة ألقوا سجدا يا شيخ عمرو؟ أنا معاك كمل. عشان لا أنا أسألك سؤال. نعم. ليه السحرة ألقوا سجدا؟ لما رأوا المعجزة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. هو ده اللي بقوله بقى. لما رأوا معجزة أصبح هم. أيوة. لما يقول هاتوا كبيركم كبير السحرة. فأنا كبير السحرة أنا متعاون وليكن مع سين من الجن. سين. نعم. جن سين ده أعلى حد من الجن. هو اللي بينفذ الكلام ده. فمفيش حد اعلى من سين. نعم. سين صاد عين ايا كان. ماشي. ايا كان المسمى. نعم. مفيش حد اعلى منه بيعمل الكلام ده. نعم. خلاص. فانا معايا الجن سين وانت ما معكش. خلاص بقى انت ايا كان انت معاك جن ايا كان. نعم. ما انت اطلق على سيدنا موسى انه ساحر برضه. نعم. ايا كان هو مين. بس انا معاك جن سين اقوى جن على الارض. فانا عارف انك مش هتكسبني. فقلت لفرعون مش هيكسبني لا هو ولا غيره. فلما الاقيك انت بتكسبني يبقى انت معجزه مش جن. ماشي. معجزه. ماشي. خد بالك. فألقي السحرة يعني ايه؟ ده نعم. خروا. نعم. خروا وقعوا. نعم. آمنت سجدوا مين؟ آمنا برب هارون وموسى. نعم. آمنت بالله. صح كده؟ نعم. اتفضل بقى فسر جاوب. ما هو الإفك؟ الإفك؟ ما اعرفش. الكذب المحال حدوثه، ولأجل ذلك سمى الله من خاض في عرض أمنا عائشة بالإفك. قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة إلى آخر الآيات. طيب الله عز وجل يقول فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي يكذبون ويحتالون. وهذا ما جعل ابن كثير وغيره قالوا سحر سحرة موسى لم يكن من قبيل يعني اللي هي الماورائيات أو ما إلى ذلك، وإنما كان خدع وحيل وألعاب حواء. أقول لك ليه بقى يا سيدي؟ بص يا سيدي، أنا أختلف. أقول لك ليه؟ بالنص من القرآن. كل قول، شوف، كل قول لابد أن نعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حلو. عرضت لك على كتاب الله، جبت لك من كتاب الله. لا أنت قلت كتاب الله. طب ابن كثير قال لك واسترهبوهم. ابن كثير قال لك واسترهبوهم. ما هو الاسترهاب؟ ان انا بخوفك. الاسترهاب هو شيء يقع في قلب الشخص. خوف. إيحاء خوف.
مش شرط شرط إيحاء. خوف. مش شرط إيحاء يا شيخ عمرو. شوف، اتفضل. لا، ما هو الاسترهاب ده ايه؟ ان انت لما تشوف حاجة فترهب، يعني تعجب او أو يدخل في أخاف. قلبك عظمته. أو أخاف. مش لازم أعجب، الاسترهاب أخاف أو شوف، أعجب. طب مش هنختلف أه. خلاص. اتفضل. ايا كان، هو ناس في عصر قديم شافوا حبال وعصي تضطرب. اول حاجة هسألك، هل تحولت الى ثعابين؟ فخيل إليه مسهلهم أنها تسعى. تحولت الى ثعابين؟ تسعى، تحولت لتعابين لا، تسعى. هات لي دليل كده انها تحولت ما هو الى ثعابين. تحول، ما هو اللي بيسعى إيه يا شيخ عمرو؟ لا، السعي هو الاضطراب والمشي. ما هو الثعابين تسعى يا شيخ عمرو. بص يا سيدي الفاضل، بص يا شيخ عمرو، هقول لك بس أنا حاجة. هريحك. طب اسمعني، اسمع دي. طب لو انا اسمع دي موجود، بس، ثواني. خليني هقول انا لحضرتك. بقول لك نبي الله اهو، نبي الله نفسه فاوجس في نفسه خيفه موسى. نبي الله طيب، خاف كمل. طيب. منهم فقلنا لا تخف طيب. انك انت الاعلى. بص بقى، فالق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ليه نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال له تلقف ما صنعوا؟ ليه ما قالوش تسعى انت مش زيهم؟ واخد بالك من كلمة صنعوا طب ويأفكون ماشي ماشي. ويكيدون؟ طب لما سيدنا موسى هقول القى، لحضرتك. لما سيدنا موسى القى حاضر. ليه ربنا ما قالوش تسعى زي ما هي بتسعى؟ حاضر. بس هيبقى حيه كبيره، هي ده- حيه تسعى، حيه شوف يا كبيره. سيدي الفاضل، حاضر، وليه اكلهم؟ هقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. أما الحبال والعصي فهي تضطرب كاضطراب الثعبان اللي بيمشي، لكن هم زي ما هم. وإلا مهم. طبعا أول حاجة ما فيش في الآية أي، هم في الاصل زي ما هم، لكن انا شفتهم كتخيل ان هم ما تعبين. عندناش دليل إن، لا حضرتك شفتهم تخيل، ما نزودش على كتاب الله. حضرتك شفتهم تخيل بيمشوا، ربنا لم يشر لا من قريب ولا من بعيد على أن هم تغيرت صورتهم، لا، قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، يعني باطلهم، أنها إيه يا رب؟ تسعى. طب ما هو خلاص، في نفس دقيقة بس، دقيقة هوضح قال لحضرتك سيدنا حاجة. موسى، معلش بس دقيقة بس يا طب شباب. هوضح لك قال حاجة. سيدنا طيب موسى قبلها نعم. قال له ألق ما في يمينك. ماشي يا سيدي. تلقف ما صنعوا. لا فإذا هي حية تسعى. ماشي، إيه اللي فيه؟ لما رمى العصاية في الأول حية. حية تسعى. هل ربنا تسعى. قال على حبالهم تحولت إلى تسعى، ما هو حيات؟ قال لك تسعى يا شباب. شوف، عندي حية وعندي سعي فقط. السعي فقط يشابه، يعني دي أنا ممكن أخليها تسعى بأن هي تتحرك شبه الأفعى، بس هو ثعبان، عفوا، بس هي سلك أو أي حاجة. ماشي. ربنا لما تكلم على عصا سيدنا موسى حية، تسعى أضاف إليها إيه؟ الساعة. تسعى. حلو حلو. قوي. طيب في سحرة فرعون هل في أي إشارة؟ لا. يبقى نقف عند ما ذكره الله عز وجل ولا نزيد. لسنا أعلم بالله من مش هفرق، مش هنختلف كتير في اللي طيب. حضرتك بتقوله. نعيد سواء هم قلبوا حية أو غير حية. طيب. مش هنختلف. لا، نيجي بقى المعنى حاجة واحد. اتفضل. شوف يا سيدي، لو أن سحرة فرعون قاموا بتحويل حبالهم وتخييل حبالهم للناس على أنها حية تسعى، ثم جاء موسى فألقى عصاه فهي الأخرى تحولت حية تسعى، لقالوا سحرنا موسى مثل ما سحرنا. طب هو اللي يفرق عن لا كده؟ شوف يا سيدي، اللي ما عندوش علم يا شيخ عمرو هو اللي قال كده. يعني فرعون والحاشيه بتاعت فرعون بقى، نعم. مش والكهنه، مش السحره. فرعون والحاشيه قالوا انه لكبيركم الذي علمكم السحر. هو قال كده. ماشي. ليه؟ لان هو انتوا زي ما رميته هو رمى، انتوا هو كلكم، فانا ما عنديش علم بالموضوع ده، فانا قلت ده كبيركم، ده الكبير بتاع السحره بتاعكم، هو اللي علمكم السحر. انما بما انهم هم سحره وعندهم العلم، فزي ما حضرتك تفضلت في الاول وقلت ده معجزه. ايوه، لانهم راوا ملوش علاقه بالسحر. لا، هذا يثبت يبقى كلامي. الفرق بقى يا سيدنا نفس اللي حصل ده. ما انا هرجع لك برضو في هم راوا تغيير الصوره. انا هروح لك في ايه ثانيه يا شيخ عمرو، هروح لك في ايه ما تانية. في اي اخرى. طب انا هروح لك في ايه ثانيه. طب هات ايه طيب عشان نثبت بس. طب يلا. نفس القصه دي. نعم. نفس القصه دي لما قالوا انه معجزه السحر. نعم. فالقي السحره سجدا. نعم. قالوا امنا برب هارون وموسى. ماشي. نفس القصه اللي العفاريت قالوها على سيدنا سليمان بعد ما مات، لما قالوا لهم سليمان كان بيحكمكم بالسحر مش بالمعجزه. فربنا لما انزل السحر على الملكين هاروت وماروت علشان الناس تفرق، عشان الناس تفرق ما بين ان ده سحر وسيدنا موسى. حضرتك من دقيقتين بسألك ما هو السحر الذي أنزل على هاروت وماروت؟ ما هو العلم الذي أنزل على هاروت وماروت؟ قلت لي ما أعرفش. دلوقتي أنت بتقول ربنا أنزل السحر على هاروت وماروت. هو ده في ابن كثير، في رواية ابن كثير. شوف يا سيدي فاضل، يعني بفضل الله أنت حضرتك استشهدت بابن كثير في النقطة، وأنت مش عايز تستشهد بيه في النقطة. لا بالعكس خالص، استشهد بيه ما تشاء، لكن بص يا سيدي، فضل. قول العالم أيا من كان، إن كان من كلامه ما فيه دليل، احنا بنتكلم عن غيب، باب صعب. ما هو نفس العالم. هقول لحضرتك، إن كان في كلامه دليل في جزئية
خلاص موافق للكتاب والسنة، أو على الأقل لا يعارضها، خلاص أقل شيء لا يعارضها، أو فيه كذا من الكتاب والسنة أخذنا بقوله. وإن قال بقول لم يحضره ولا سبيل إلى معرفته من أخبار الغيب ولا دليل عليها، يرد قوله. خلاص. طيب هو دلوقتي ابن كثير قال أن السحرة كان ألعاب حواة. طيب بحثت هل ربنا ذكر في قصة موسى في قصة سحرة موسى كلهم هل ذكر الشيطان؟ لا. طب هل أمر موسى بأن يستعيذ بالله من الشيطان كما هي عادة القرآن؟ إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ. أيوة كذا عادة القرآن هي أنه لو أصابك شيء من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هل أمر موسى بالاستعاذة من الشيطان؟ لا. طب هل أمر طيب في يوم الزينة أكتر هنقول 700 واحد، مش هنقول بقى زي بعض يعني هنقول أقل يوم الزينة يوم عيد. طيب هنقول 700 واحد. عارف محتاج قبيلة عشان تلبس كل واحد فيهم. طب ما فيش واحد فيهم شاف الحبال والعصي زي ما هي؟ لا. إذن مش هلبس فيهم. لا الشيخ عمرو يبقى محتاج إيه؟ فهمك بس خلينا أوضح. فهمك عن فضل. قصة السحر دي نعم. أو قصة التخيل دي فهم حضرتك خطأ. ما هو الصح؟ ما هو لا معاك التخيل نعم. يعني الجن نفسه زي ايه؟ نعم. زي ما انا خفة اليد حضرتك قلت عليها. نعم. انا هيبقى في قدامي خفة اليد العالم والجاهل، العالم والجاهل الصغير والكبير سيرون ويقتنعون بخفة اليد. حلو. على عكس السحر هعمل قصادك حاجة المسمى يعني. فهتقول لي ايه ده انت ماجيك، انت عملتها ازاي؟ نعم. صح كده؟ مظبوط. بدل ما انا اعملها بقى بخفة يدي بايدي. نعم. انا كباسم مثلا الجن نفسه هحضره. طبعا بتحضيرات شركية. عندي اشكالين. اولا هو اللي هيعمل ده. اثبت ان اي شخص يستطيع تحضير الجن واستخدامه، ده رقم واحد. المساله ما انا بقول لك المساله دي متشعبه. التشعب الاول اثبت لي انا عندي من كتاب الله ايه محكمه لا يعني شبهه فيها. خلاص. الله عز وجل ذكر في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. تشابه اللي هي الجملة اللي ليها أكثر من معنى. الواجب علينا كمؤمنين أن يرد المتشابه إلى المحكم من الآيات اللي هي الجملة اللي ملهاش معنيين. الله عز وجل يقول في كتابه عن سليمان أنه قال رب اغفر لي، واضحة، وهب لي ملكا، واضحة، لا ينبغي لأحد من بعدي. ما اختلفتش معاك في ده. طيب يبقى انت مش هتسخر الجن ولا اي حد مش هيخدمك. لا ثواني بقى ثواني. نعم. اصل كلامك ده يا شيخ عمرو ان انت بتنكر مش كلامي. لا انا قلت قال الله. مفهوم كلامك ولا مفهوم كلامي. انا كمستمع قاعد. طب اقول لك حضرتك هقول لك انت ده اللي النبي قاله. لا ده اللي النبي قاله. انت بتنكر السحر. استغفر الله. هنيجي لدي. ما هو السحر؟ عشان اقول لك ده هو ده السحر. مش لا في سحر ولا مش سحر. اما وجود شيء الله عز وجل ذكره اسمه السحر فانا اؤمن بما ذكره الله عز وجل. ايه هو بقى اما الكيفيه الكيفيه الخاصه بالسحر فقد يكون انا لا اؤمن بانها عن طريق الشياطين. والا هل تؤمن بسحر النبي عليه الصلاه والسلام؟ فسر لي بكله. هل تؤمن بسحر النبي عليه الصلاه والسلام؟ حافظ لك. بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. هل سيطر عليه شيطان؟ هل ترضى بأن نبيك يكون سيطر عليه شيطان؟ سيطر بقى على ايه؟ على العقل ولا على الوحي؟ على اللي انت عايزه. لا سيطر على العقل ممكن. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل شيء استغفر الله العظيم. لكن على العقل لا. اما انا فاعوذ على الوحي لا. اما انا فانزه حبيبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال عن قرينه إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وهو الذي خنق الشيطان فقال فأمكنني الله منه فخنقته حتى أني أحسست ببرد لعابه على يدي. عندي أدلة محكمة أن الشيطان لا يقدر على رسول الله. فمن زعم أن الشيطان آذى رسول الله عليه أن يأتي بالدليل وإلا ينزه نبيه. طيب احنا يا شيخ عمرو للأسف وقتنا انتهى. نعم. بس لنا لقاء تاني بأمر الله هنتكلم فيه باستفاضة. القصة ان احنا لسه ما خلصناش. احنا كنا عاوزين 3-4 ساعات على الأقل. الموضوع شيق وموضوع كبير جدا. احنا لسه هنتكلم عن فطاحل التيك توك ولسه يعني عندنا ناس كتير قوي ما شاء الله ومن ضمنهم الأستاذ عمرو البيسي. ايوه يعني عندنا حلقات كثيرة جدا انتظرونا ان شاء الله. احنا بشكر طبعا ضيفي البحث الاسلامي الشيخ عمرو او الاستاذ عمرو بقى زي ما حضرتك حابب نادينا اللي انت عايز. استغفر الله. واحبات في الله في لقاء اخر ان شاء الله مع الاستاذ عمرو. دمتم في رعاية الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.